السلام عليكم. عانيت من نمل في الدار وحاولت جميع الطرق أنكم تتغلبوا عليه وتحاربوه، ولكن بدون فائدة. رغم استعمال المبيدات وما وسائل أخرى كثيرة، منها الخميرة اليابسة ومنها مبيدات الحشرات، لكن اليوم عندي لكم الحل، حل سهل وما يخطرش على البال ديالكم. كنا تنعرفوا خطورات المبيدات الحشرية، إما الغازية ولا حتى الغبرة، على صحتنا وعلى صحة وليداتنا. ولكن هاد الطريقة سهلة ومجربة. شوفوا معايا. واحد الحاجة تنستعملوها كلنا في الدار واللي هي الصابون. تشد قطعة من الصابون وتحاول تفزقو من الماء، تخلي هذيك القطعة شوية قابطة راسها، وحاول أنك ترطبها بالماء بهذا الشكل هذا. ومن بعد تمشي لهاديك الأماكن ولا هاداك الغيران اللي تيخرج منها النمل، وحاول أنك تسدها بهذيك قطعة الصابون. النمل تينفر من رائحة الصابون وتزعجو لدرجة أنه تيهرب من الدار منا. كوني وأكيدة سيدتي أو سيدي أنكم ما غاديش تعاود تلقاو النمل في الدار بهذه الطريقة مجربة وفعالة. شوفوا كيفاش تنحاول نمسح جميع ممرات ديال البالكون اللي تيطلع منه النمل. نحاول انني كاع المكان اللي غيدوز منه النمل تنحاول انني ندوز عليه بالصابون. كونوا اكيد هاد العمليه درتها غير البارح بالليل، وانا اليوم تنعاودها معاكم. درتها بالليل وما بقات حتى نمله تدور في الدار. جربوها وان شاء الله تعجبكم وتنجح، ان شاء الله تكون ناجعه الطريقه هذه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش من الدعاء.